مرحبا، كيف نفكر؟ أو ما مقتضيات التفكير؟ أي ما متطلبات ومستلزمات التفكير؟ إذا ما انسجمنا مع البرنامج الرسمي للسنوات الثالثة، وهو ليس حكرا على سنوات الثالثة فقط، بل هو سبيل يمكن لأي شخص يريد أن يدخل عوالم الفلسفة أن يتبعه، وليس حكرا فقط على تلميذ سنوات الثالثة سواء شعبة الآداب أو شعب العلمية الأخرى. فإن للفلسفة أو للتفكير ثلاثة أسس. الأساس الأول هو سالب، أو هو يعني لنقل ما ليس تفكيرا سليما، هو الوعي بالمغالطات. فلكي نفكر تفكيرا سليما علينا أولا وقبل كل شيء أن نميز بين ما هو صحيح في التفكير وما هو مغالطي. فالمغالطة هي استدلال فاسد من حيث الصورة أو من حيث المضمون. فالمغالط الذي يريد أن يغلط هو يستدل. يعني هنا يجب أن ننتبه إلى خطر المغالطات، لأن المغالطات ليست كلاما مرسلا، ليست كلاما بلا معنى، ليست كلاما بلا دليل، ليست كلاما بلا حجاج، لا، هي كلام يعتمد الحجاج، وهي استدلال. إذن هي جهد عقلي وجهد نفسي وجهد خطبي يريد من خلاله المغالط أن يغلط الناس. لذلك فالمغالطة استدلال، ولكنه استدلال فاسد، هو استدلال باطل، وبطلانه إما من شكله، إما من طريقة عرضه، أو قد يكون من حيث الشكل هو سليم ولكن من حيث مضمونه. وأعطيكم هنا مثلا لبيان هذا النوع من الاستدلال وهو المغالطة. أحد السفسطائيين يقول لأحد شبان أثينا: هل أثبت لك أن أباك كلب؟ قال له الشاب: نعم، فلتثبت. قال له المواطن، قال له السفسطائي: هل لديك كلب في الدار؟ قال له الشاب: نعم، لدي كلب في الدار. قال له السفسطائي: هل الكلب له جراء؟ قال له الشاب: نعم، الكلب له جراء. قال له السفسطائي: إذن الكلب أب، يعني ما دام له جراء فهو أب. قال له الشاب: نعم، الكلب أب. قال له السفسطائي: الكلب أب. قال له الشاب: نعم. وقال له: وهو لك؟ قال له الشاب: نعم، هو لي. استنتج السفسطائي: إذن الكلب أب لك. نستنتج من خلال هذا المثال كيف يبني المغالط استدلاله. فهو يجتهد في الاستدلال وفي البرهان وفي الحجاج، ولكن طبعا بطريقة تغليطية، بطريقة هو يغلط، هو يقصد التغليط. وهنا يأتي الفرق بين المغالطة والخطأ. فالخطأ نقع فيه دون أن نقصد، وعادة ما نكون نبحث عن الحقيقة ولكننا نخطئ. أما المغالطة فهي تقع حينما نريد أن ونقصد التغليط. هناك أنواع كثيرة من المغالطة، يعني والبحث فيها والقول فيها إذن يستدعي ربما ساعات.